أول حاجة حابب أتكلم عليها اللي هي سبب لجوئي للاستغفار وإزاي عرفت عم محمد حجازي. طبعا كنت عايش في حزن وهم ومشاكل نفسية كتير، ما كنتش لاقي لها حل خالص. فبدأت طبعا إن أنا أدور على أي حل للمشكلة بتاعتي، مش لاقي حل. بعض العبادات مثلا بسعى فيها برضه مفيش حل. فدعيت ربنا سبحان الله، وبعد ما دعيت ربنا دخلت على اليوتيوب. دي حاجة في ذهني كده اللي معمول لي هو سحر. فطبعا بحثت في اليوتيوب عن سورة البقرة وعلاقتها بالسحر وكده، لحد ما معرفش الأستاذ محمد حجازي. فشفت فيديو الأستاذ محمد حجازي فيه كان بيتكلم عن سورة البقرة وإزاي بتبطل أي سحر وكلام كتير. فدخلت سمعت الفيديو ونويت خلاص إن أنا أطبق اللي هو بيقوله. ما عنديش مشكلة، أنا كده طبقت حاجات كتير. وطبعا طبعا لما بدأت كان تاريخ اللي أنا بدأت فيها أتابع فيه محمد حجازي وأطبق سورة البقرة والاستغفار كان شهر 9/2024. بدأت أطبقها تقريبا شهر ونص أو أقل من شهر ونص كمان. سبحان الله بدأت أحس بالنتائج بتاعتها. وطبعا كان في أعراض لما أجي أقرأ سورة البقرة، كنت بحس دايما إن أنا مش قادر أتكلم، في خنجة كده، وكان في وسواس غير عادي، وكان في بعض الهجومات سواء في الأحلام أو في الواقع. خلاص يعني سبحان الله وما لقيت النتيجة بتاعتها، فقلت خلاص هو كله طريق كله خير وهكمل فيه بإذن الله. بعد كده طبعا أنا بدأت سورة البقرة 4 مرات مع الاستغفار. كنت بوصل مثلا 17,000 13,000 9,000 7,000، أقل عدد كنت بوصل له 7,000، ما بقلش عن كده. طبعا بدأت كده من شهر 9/2024 لحد شهر 6/2025، تقريبا 9 شهور. 9 شهور دول هم أفضل 9 شهور عشتهم في حياتي. يعني 9 شهور كلهم سعادة وتيسير وتوفيق ومفيش أي مشاكل. وحتى المشاكل اللي أنا كنت مش لاقي لها حل، مشاكل مع نفسي هنا سبحان الله، يعني ولا كأن في مشاكل ولا في أي حاجة خالص. الكلام ده لمدة 9 شهور تقريبا. عمري في حياتي ما عشت 9 شهور أصلا. عمري في حياتي ما عشت أسبوع على بعضه حلو. يعني أسبوع على بعضه حلو إزاي؟ إن هو أسبوع مثلا من غير مثلا مشاكل نفسية. فسبحان الله 9 شهور كاملين كانوا كافيين جدا يخلوني يبقى عندي قناعة إن هو دي الطريق الصح. طبعا لحد شهر 6/2025 اللي هو نهاية ال9 شهور حدث انتكاسة، وأنا حابب أتكلم عن سبب الانتكاسة. في خلال بدايتي مع الاستغفار وسورة البقرة، كنت بدأت مثلا سورة البقرة 4 مرات، والاستغفار زي ما قلت لكم 17,000 12,000 9,000 7,000، ما كنتش بقل عن كده. بعد كده لما كل مشاكل عندي بدأت تتحل نزلت في الاستغفار وسورة البقرة. سورة البقرة خليتها مرتين، والاستغفار بدأت أخليه 5,000 و7,000، ما بزيدش عن كده. بعد فترة خليت سورة البقرة مرة واحدة بس، والاستغفار بدأ يوصل ل3,000 و2,000. طبعا النزول دي كله كان نزول تدريجي. فهو هنا سبب الانتكاسة اللي حصلت ليا في شهر 6/2025 بعد 9 شهور. عشان هيك حافظ على السقف، لا تنزل عنه. كيف بنقرأ سورة البقرة مثلا مرة واحدة كاملة يوميا؟ اجعل لك سقف عالي من الاستغفار عشان ما تضوعش الاستغفار يروح عليك خير كثير. سقف عالي 30 20 ألف، سقف عالي إلا فيه إنك أنت عن جد عمال تجهد نفسك حتى تصل إليه. والذين جاهدوا فينا الاستقامة هي قلة الاستغفار، دي سبب كافي. وطبعا أنا معرفتش السبب ده في وقت ما انتكست. السبب ده عرفته بعدها فترة كبيرة جدا. فطبعا بعد الانتكاسة خلاص قررت ان انا اخد بالاسباب تاني، لان دقت طعم الراحة، فانا عاوز ارجع تاني. طبعا اثناء الرجوع حاولت ان اخد سورة البقرة مرتين مع الاستغفار مثلا ب12,000 في نتيجة، بس مش النتيجة اللي هي بتخليني اكمل. بدأت انتكس تاني، بدأت اخد سورة البقرة 4 مرات مع قيام الليل
مع الاستغفار بعدد كبيرة، وكنت بيوصل ل30,000. فحسيت ان في نتيجة برضو، يعني ايه، بس مش النتيجة اللي هي كنت بحسها قبل كده، بس برضو كنت بنتكس تاني. فضلت اجاهد نفسي بنفس الطريقة دي لمدة 6 شهور، 6 شهور متتاليين كده، اقوم وجع اقوم وجع، بس مش بقى اللي انا مش بوقف خالص، بفضل مستمر وخلاص. لحد طبعا ما سبحان الله يعني شفت رؤية في المنام ان قابلت شخص اعرفه، قلت له انت بتستغفر، او اول حاجه سالني قال لي انت بتستغفر ازاي؟ قلت له انا بستغفر من غير عداد. فقال لي انا بستغفر، وراح موريني السبحه لقيت فيها رقم 30. فدي كانت رساله من ربنا ان انا استغفر ربنا ب30,000. طبعا اثناء قراءتي لسوره البقره 4 مرات قبل ما الزم الاستغفار ب30,000، حسيت ان انا لمده 3 ايام ان انا عايز ارجع، كل ما اجي اقراها احس ان انا عايز ارجع. طبعا لما اجي ارجع ما فيش حاجه يعني ما فيش حاجه بتنزل خالص، هو زي ما اقول ايه، ريق كده بس هو اللي بينزل. فسبحان الله يعني الاستاذ محمد حجازي كان مبلغ ان فعلا اثناء قراءتك لسوره البقره ممكن تحس بترجيع، فسبحان الله فعلا الكلام ده حسيت بيه. وبعد ما لقيتش حل غير ان انا الزم الاستغفار 30,000، يعني هو دي في خلاص. اول ما بدأت ان انا الزم الاستغفار 30,000 حصل عليا كمية هجوم غير عادي. يعني سبحان الله الهجوم اللي حصل عليا من قيمة 6 شهور حاجة، والهجوم بتاع 30,000 حاجة تانية خالص. ودي معناها ان الطريق ده هو طريق الخلاص، فعشان كده بيحصل عليك هجوم من غير عادي، وهجوم ايه غريب شوية. طبعا ايه علاقة 30,000 ولسورة البقرة 4 مرات من انا ارجع من الانتكاسة تاني، والحمد لله فضل كله ربنا. طبعا يعني سبب رجوعي من الانتكاسة هو 30,000 استغفار. وهيبقى ان شاء الله عندي قدام شوية كده في التسجيل هيبقى في نصيحة معينة للشخص المنتكس بالذات. طبعا النتائج المترتبة على 30,000 استغفار مع سورة البقرة 4 مرات، والكلام ده طبعا حصل تقريبا من 2 ل3 شهور. اول حاجة ان ابويا ما كانش بيصلي لمدة تقريبا 45 سنة. من اول ما بدأت الزم الاستغفار 30,000 وسورة البقرة 4 مرات، شفت رؤية لابويا ان هو رايح يحج. فلما فسرت الرؤية طلع تفسيرها ان توبة نصوحة للشخص اللي هو بيحج. فسبحان الله، فاللي اتفاجئنا كده مرة واحدة ان ابويا ان هو خلاص بدأ يلتزم في الصلاة، وبدأ يصلي في الجامع حاضر، وحتى هو بقى بيحب الصلاة. دي اول شيء من النتائج المترتبة على لزوم 30,000 استغفار. التحصيل العلمي في مجالي، انا مجال التليفونات، سواء سوفت وير او هارد وير او مبيعات، عندي محل يعني خاص بالتليفونات وكده. سبحان الله في تحصيل علمي غير عادي في مجالي. طبعا انا بقالي سنه فاتح المحل، بحاول ان انا اطور من نفسي، مش عارف اطور من نفسي. من اول ما بدات الزم الاستغفار 30,000 سبحان الله تطوير في الجانب العلمي غير عادي. والكلام ده طبعا في ايام، مش انا بقول لك لا ده فبالك بقى لو انا كنت ملتزم ب 30,000 لمده سنه. الحاجه الثالثه اللي كانت مترتبه على لزوم 30,000 استغفار هو رجوع مال كان متعلق. يعني كان في ناس كان ليه عندهم فلوس وما كانوش بيجيبوا الفلوس. فسبحان الله من اول ما لزمت 30,000 استغفار من غير ما طالب، الشخص تلقائي بيدخل عند المحل بيقول لي اتفضل الفلوس بتاعتك. والموضوع ده حصل تقريبا اكتر من 3 مرات. فهنا نصيحتي لكل شخص ليه دين كبير عند حد، الخلاص بتاعك في 30,000 استغفار، هو اللي خلص لك المشكلة بتاعتك ويحلها لك من غير ما تطالب ومن غير ما تعمل اي حاجة. دي تجربة شخصية انا مع الناس اللي كان ليه عندهم فلوس. طبعا سبحان الله بعد ما ابويا طبعا بدأ يصلي وبتاع، بدأت ان انا انصحه بالاستغفار واكلمه على محمد حجازي والفيديوهات بتاعته، ووريته القناة بتاعته على اليوتيوب، وقلت له الخريطة اللي بنمشي عليها واللي بيحصل الاول. واول حاجة بينزل المطر، وبعد المطر بيبدأ ايه مثلا ربنا يرزقه فلوس. استغربت ان هو بدأ يستجيب معايا، وبدأ يحب الاستغفار، وبدأ يحب يسمع محمد حجازي. لما بدأ يحب الاستغفار بدأ يستغفر. سبحان الله حضرت ليه موقف كده، لما بدأ يستغفر لاحظت انه قاعد في مكان لوحده وبدأ يستغفر. اول ما بدأ يستغفر الدنيا كلها مطرت في وقتها، فكان رسالة من ربنا. اول ما بدأ الاستغفار حس براحة نفسية قوي، وحب الاستغفار،
وبدأ يزيد في الصلاة أكتر من بعد ما لازم الاستغفار، وبدأ شخصيته تتغير خالص. حتى هو بيقول أنا اتغيرت، وسبحان الله في حاجات كتير اتغيرت. طبعا من بعد ما لزوم أبويا، من بعد ما أبي لازم الاستغفار، بدأ يبلغ الآية مع الناس، يقول لهم إن أنا بسمع واحد اسمه محمد حجازي بيقول كذا كذا، واللي هو بيقوله بيحصل معانا. فسبحان الله يعني ربنا يعني كرمه كبير قوي. جه يوم من الأيام كده أبويا حس إن عنده مشكلة مالية، يعني إيه، مزنوق في فلوس، يعني محتاج لفلوس وما يعوش. فاليوم ده ربنا رزقه ب50,000 جنيه و7,000 و2000 في نفس اليوم، يعني 50,000 7,000 2000 في نفس اليوم. وكان بعدها بيوم تقريبا او بيومين كان احنا عندنا نظام استراحة كده بقالها سنين صارفين عليها فلوس كتير، فما حدش كان بيستأجرها خالص. فجي ابويا كان شايل همها وشايل هم توضيبها. فسبحان الله بعديها بيوم تقريبا بعد ما هو شايل الهم، جه مستأجر استأجر الاستراحة بمبلغ كبير وبعقد لمدة 5 سنوات، والمستأجر قال ان هو عايز يوضب ويشطب الاستراحة. فسبحان الله يعني هو شايل هم الاستراحة، فالاستراحة شطبت واستأجرت باستئجار كويس وربنا فتح عليه. طبعا النقطة الثانية اللي انا حابب اتكلم عنها بعد ما انا لزمت 30,000 استغفار، ان انا قبل 30,000 استغفار لما كنت اجي ابلغ غاية ما عنديش القدرة ان انا ابلغ. سبحان الله ابلغ الاقي اللي قدامي مش بيستجيب. بعد لزوم 30,000 استغفار كل ما اجي اكلم اي حد عن الاستغفار سبحان الله اللي قدامي بيستجيب وبيحس ان الكلام فيه يعني حماس وكلام حلو وبيبقى عاوز يمشي في طريق. التطور في مجالي الحمد لله بعد لزوم 30,000 استغفار بقى فيه تطور في مجالي غير عادي. قبل 30,000 استغفار ما كانش عندي القدرة ان انا اقيم الليل او ان انا استمر على قيام الليل والصيام. فسبحان الله بعد 30,000 استغفار بقى عندي القدرة ان انا اقيم الليل والصيام. اثناء لزوم 30,000 استغفار وفي البداية اول ما لزمت 30,000 استغفار افتكر الكلام ده الصبح، خلصت 30,000 الصبح تقريبا وصلت لعدد 28,000 الصبح. فدخلت كتبت على جوجل معنى كلمة استغفر الله تلقائي كده، جبني المعنى كلمة استغفر الله هي كلمة تعني طلب المغفرة. يعني كتب لي كده هي كلمة استغفر الله تعني المغفرة، قولها وببساطة استغفر الله. يعني اللي هو لخصت الدنيا كلها بكل البساطة، هي كلمة تعني المغفرة، طلب المغفرة، قولها ببساطة استغفر الله. فسبحان الله لما قرأت الجملة دي حسيتني ان انا مش بستغفر ربنا فعلا، بجد احس بالاستغفار فعلا. يعني انا في الاول ما كنتش مش فاهم الكلمة، لا دلوقتي بعد ما لزمت 30,000 استغفار ربنا يعني وجهني لان انا اقدر افهم معنى الكلمة استغفر الله. وبعد كده بعد ما وصلت لعدد كبير تاني من الاستغفار اثناء 30,000 بحثت برضو عن كلمة استغفر الله معناها. جه كتب لي كده من فوائد استغفر الله هي طلب الحماية والوقاية من الوقوع في الذنوب في المستقبل. ودي طبعا ليها علاقة بأسباب انتكاستي في الفترة الأولى، إن أنا قللت عدد الاستغفار فبالتالي انتكست بسهولة. إنما لو كان عندي رصيد كبير من الاستغفار كان هيبقى عندي فرصة إن أنا أكمل. فهنا سبحان الله استغفر الله تعني طلب الوقاية والحماية من الوقوع في المستقبل، طلب الحماية والوقاية من الوقوع في الذنب في المستقبل. الالتزام في العبادة سبحان الله بقى فيه التزام في العبادة. بدأت ان انا اشوف رؤية. طبعا قبل 30,000 استغفار ما كنتش بشوف رؤية للمطر نهائيا الا اذا لما بدأت في البداية خالص. انما بعد ما انتكست اثناء مجاهدتي لمدة 6 شهور ما شفتش ولا رؤية للمطر. بعد لزوم 30,000 استغفار سبحان الله شفت ما يقارب رؤيتين او 3 رؤية او 3 للمطر، وكانت الرؤية واضحة جدا للمطر. من ضمنهم مرة ان انا كنت ببص للسماء او بقول هو دي مطر الاستغفار، وكان في سكينة وهدوء وكان في طيور شكلها جميل جدا في السماء سبحان الله. والمرة التانية كنت في وسط البحر في مكان كده كويس،
يعني كان الشعور كويس ساعتها وفي سكينة، وكان برضه بينزل مطر في وسط البحر. فسبحان الله دي له الرؤيتين. الرؤية التالتة صراحة مش متذكرة جدا. بدأت بعد كده ان انا انصح امي بالاستغفار، وامي التانية سبحان الله التزمت بالاستغفار وهي عندها مرض السرطان. فاول ما هي بدأت في الاستغفار بدأت تحس بالرضا. قالت احسن حاجة في الاستغفار ان انا حاسة بالرضا، وبقت بتحب الاستغفار، وحست ان الاستغفار بقى بيفرق معاها في العبادة. حست ان بقى في التزام اكتر في العبادة. طبعا من ضمن الحاجات برضو اللي حصلت ان اختي الصغيرة بدأت تلزم الاستغفار. من اول يوم قالت استغفر الله 5000 مرة. شافت رؤية المطر برضو. فسبحان الله الاسرة كلها اصبحت مستغفرة. اصبح الاب مبلغ للآية، واصبح الام تستغفر، واصبحت الاخت تستغفر. دي طبعا يعني كل اللي انا قلته دي اثناء الرحلة بتاعتي مع الاستغفار واثناء الانتكاسة. وهنا بقى اهم حاجة هي نصيحتي لاي شخص منتكس. سبب انتكاستك في سبب اكيد، لا اما عيرت حد بذنب، لا اما قللت استغفار. المهم ان في سبب. عمر ما حد ينتكس خالص بدون اي سبب. في سبب وانت غلطان، لازم تدور على السبب ده وتحله. لو ما لقيتش حل السبب فلازما الجدول ده بقى تعمله لنفسك انت كشخص منتكس. والله هو الجدول ده بعد توفيق ربنا هو الجدول ده اللي فرق معايا. وانا طبعا نصيحتي للمنتكس هي اهم شيء في الفيديو كله، لان اكتر شخص وعايش في عذاب هو المنتكس. فانا نصيحتي ليك هتلزم الاستغفار ب30,000، وده اجباري مش اختياري. مش بقول لك 25,000 و 27,000، بقول لك 30,000. هتقول لي مش معنى 30,000 اقول لك لان العدد ده عدد مبارك. انا قعدت 6 شهور بجاهد نفسي وكنت بلزم الاستغفار لحد 25,000. ما كانش فيه النتيجة اللي انا عايزها. بعد لزوم 30,000 جات النتيجة اللي انا عايزها. بس حابب اوضح لك ان اول ما تلزم 30,000 هيحصل عليك هجوم غير عادي. استحمل واستمر. النصيحة رقم 2 بجانب لزوم الاستغفار ب30,000 تقرأ سورة البقرة 4 مرات. واهم حاجة هي الحاجة الثالثة، التحصينات التحصينات التحصينات. خلي بالك انت لو التزمت بالاستغفار 30,000 وسورة البقرة 4 مرات وارد تنتكس وترجع تاني بسبب التحصينات. التحصينات هي لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 300 مرة، 150 الصبح و150 بالليل، ده اقل شيء. آية الكرسي 9 مرات الصبح و9 مرات في المساء. اعوذ بكلمات الله التامات 300 مرة، 150 الصباح و150 المساء، واذكار الصباح والمساء معاهم بالمرة. طبعا هو في تحصينات هم عاملينها كده في الجروب، بلغوا عني لو بقية واذكار معينة، فبسم الله ما شاء الله بتفرق جدا مع الواحد. انت كده عندك الاستغفار 30,000 وسورة البقرة 4 مرات والتحصينات. الحاجة بقى في حاجتين تاني مهمين، وهم قيام الليل والصيام. انت لو تلاحظ ان انا عامل لك جدول مكثف شوية. انت كشخص منتكس عشت الآيات دي قبل كده، فما عندكش حجة ان انت تقول انا مش قادر. لا انت تقدر. فهتستعين بقيام الليل. وما بقول لك استعين بقيام الليل مش ركعتين او 4 ركعات او 6 ركعات يا جماعة. الاكثار من قيام الليل 12 ركعة والله العظيم بيفرق. لما بتصلي اول ركعتين غير لما بتصلي تاني ركعتين، غير لما بتصلي تالت ركعتين، غير لما توصل للركعة رقم 12. والله في فرق جامد. كل ما بتطول في قيام الليل كل ما تحس ان في سكونة وهدوء وخشوع. فانت هنا هتلجأ ان انت تستعين بقيام الليل 12 ركعة زائد ركعة وتر، عندك 13 ركعة كل يوم. هتقول لي طب انا كده عندي سورة البقرة ممكن تأثر على قيام الليل. لا، انا هقول لك ان انت هتقيم الليل بسورة البقرة. اول ركعة هتقيم فيها الليل بسورة البقرة هتاخد 50 آية، وتاني ركعة 50 آية، وهكذلك هتفضل تاخد في كل ركعة 50 آية، تلاقي نفسك في 6 ركعات خلصت سورة البقرة. هيفضل عندك 6 ركعات التانيين هتقرأ الفاتحة وآيات قصيرة عادي أو بعض السور القصيرة. الحاجة الخامسة اللي حابب أتكلم عليها هي الصيام. إنك تصوم يوم ويوم. خليك عارف وفاهم إن الصيام بيقوي عضلة الإرادة عندك، بيخليك تقول لأ على كل حاجة. أنت بتمنع عن نفسك أفضل حاجة هو الأكل والشرب، فبالتالي أنت عندك بعض القدرة إن أنت تمنع بعض الحاجات التانية. فهنا لو تلاحظ ان هنا مش بقول لك مثلا الاستغفار 30,000 وسورة البقرة بس. انا سبحان الله لما استغفرت ربنا 30,000 الاستغفار خدني للصيام ولقيام الليل.
فمعنى ان انا خدت الصيام وقيام الليل انا ما سبتش الاستغفار، لا انا استمريت على كل حاجه. بقى انت كده عندك الان الجدول بتاعك كشخص منتكس عشان تقوم بيه هو 5 حاجات: الاستغفار 30,000، سوره البقره 4 مرات من ضمنهم اخر مره تقراها في قيام الليل، ويفضل سورة البقرة أول مرة تكون بعد الفجر مباشرة، ده أساسي وأكيد. أول مرة في سورة البقرة لازم تكون بعد الفجر، هتحس بفرق جامد جدا في يومك. وتالت حاجة التحصينات، ورابع حاجة قيام الليل، ويفضل يكون 12 ركعة مع ركعة وتر 13 ركعة كده، وتقيم الليل بسورة البقرة كل ركعة تقول 50 آية. وخامس حاجة وهي آخر حاجة وهو الصيام يوم ويوم يفرق معاك جدا جدا جدا، بيقوي عدد الصيام، بيقوي عدد الرضا عندك، وطبعا يعني بيزيد من التقوى عندك الصيام. طبعا في موضوع حابب اتكلم عنه، ان هو قبل لزوم الاستغفار وقبل معرفة محمد حجازي كنت متقدم لبنت. البنت دي رفضتني بطريقة فيها استهزاء، فسبحان الله اثناء لزوم 30,000 استغفار اهل البنت او في ناس من قرايبها بدأوا يلمحوا لينا ان هم عاوزيني اتقدم تاني، وانا سبحان الله انا واهلي اللي رفضنا الموضوع ما رضناش نتكلموا فيه تاني. فشوف سبحان الله، يعني ربنا عمل لك تشافي في نفسيتك من حاجة زي كده. طبعا هتقول لي ايه الدروس المستفادة من الانتكاسة بتاعتي؟ الدروس المستفادة عدم ترك 30,000 استغفار نهائيا، عدم ترك سورة البقرة 4 مرات، عدم ترك قيام الليل، عدم ترك الصيام، تجنب الغيبة والنميمة. طبعا الحاجة اللي حابب اتكلم عنها ان انا قبل لزوم الاستغفار كنت بسعى في الجواز لمدة 5 سنوات، وسبحان الله ولا موضوع كان بيتم. اثناء لزوم الاستغفار في موضوع كانت بيتم وكنت بقعد، وسبحان الله انا اللي كنت برفض وفي ناس تانية كانت بترفضني. واثناء لزوم 30,000 استغفار وصل الحال ان في شخص كان عايز ياخدني لبنت اخته. يعني شوف ربنا وطبعا انا رفضت لان ما كانش فيه قبول. ربنا عمال يبعت لي ييسر لي موضوع الجواز، ويبعت لي رسائل كتيرة قوي، وييسر لي ناس كتير قوي فيه. فسبحان الله انا لحد الان يعني عندي يقين بربنا ان ربنا يبعت لي البنت المناسبة في الوقت المناسب، وانا حاسس ان الموضوع جرب جدا جدا جدا، ان في رسائل من ربنا مبشرات غير عادية. اتمنى اكون بلغت الآية يعني بصورة واضحة. مش عارف اذا كان صوتي واضح في الريكورد ولا لا، لان انا حاولت كذا مرة اعمل كذا تسجيل، فمش عارف الصوت هيبقى واضح ولا لا. طبعا عندي رسالة شكر للأخ محمد نمر، جزاه الله خيرا. يعني يفضل ان اي حد عنده مشكلة يبقى عنده مشرف يتابع معاه، ما تتصرفش من دماغك وتعمل جدول من دماغك، لازم يبقى ليك مشرف يظبط لك الدنيا بتاعتك. محمد نمر ربنا يبارك فيه كان يعني ونعم الأخ، يعني بيجتهد بكل طاقته. انا مش عاوز اتكلم اكتر من كده عن محمد نمر، ان هو ممكن يعني ما يحبش ان انا اتكلم عليه كتير، فانا كل اللي اقدر اقوله ان هو جزاه الله خيرا. وطبعا الشكر لعم محمد حجازي انه بيتعب يوميا يسمع فيديوهات، يعمل فيديوهات. طبعا انا عاوز اقول لك ان انت لو عملت لنفسك كل يوم فيديو لمحمد حجازي تسمعه، فيديو ده تقريبا نص ساعة، والله اللي يفرق معاك جدا، هتلاقي فيه كلام بين السطور بيفرق معاك. الحمد لله اولا واخيرا بفضل قدر ربنا اللي طلعنا من الظلمات اللي احنا كنا عايشين فيها. ربنا من علينا وفضل علينا كبير ان هو يخلينا نمشي في طريق الاستغفار وسورة البقرة. والله هي دي افضل نعمة من بعد الاسلام، نعمة الاستغفار وسورة البقرة. الحمد لله. لا تنسوا الصلاة على النبي ولا يفوتكم القادم من الفيديو.